ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم حاجه انا اول مره انا ذات نفسي اعملها. بيسموها الفايش الصعيدي، او في الصعيد بيسموها حاجه اسمها نص بسه. بيعملوها عندنا في الصعيد، يعني ماما قالت لي عليها واختي عشان اختي متجوزه في الصعيد، فطبعا كانت بتجيب لنا منها وعيالي حبوها. فسما بنتي قامت نفسها فيها، فقلت اما اجرب اعملها. خدت منها الطريقه وقلت اجرب اعملها. جيب كيلو دقيق، بس بلاش الدقيق السايب يا بنات، يعني هاتوا اكياس كده تكون معروفه. انا جبت كيس دقيق كيلو اهو. هنخله معاك، هنخله وارجع لكم تاني. اهو يا بنات نخلت الدقيق، احط عليهم بقى معلقه ملح، معلقه شاي صغيره كده ملح اهو، وزيها بيكنج باودر اهي. وهنحط بقى كيس خميره فوريه، ونقلب بقى كل المواد الجافه دي مع بعض. بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. اهو الخميره اهي، واقلبها كويس قوي في الدقيق مع البيكنج باودر والملح، وارجع اقول لكم هنعمل ايه. هنا بقى يا بنات حطيت كوبايه ونص سمنه مع نص كوبايه زيت. هسيبهم بقى يتقدحوا كويس قوي، وهنزل بيهم على الدقيق ونقلبهم نبسهم كويس زي الكحك كده لحد ما الدقيق كله يشرب السمنه. وبعد كده هنكمل عجن بميه دافيه. همشي معاكم برده خطوه خطوه. اهو يا بنات السمنه بعد ما سخنت قوي اتقدحت، يعني هنزل بيها في الدقيق. شايفين بتعمل فوران ازاي؟ وهقلبها كويس قوي. طبعا مش هعرف اقلبها بايدي لانها سخنه، بس هنقلب كده بمعلقه عشان السمنه تخش في الدقيق كله. وبعد كده بسها بايدي كويس تكون هديت شويه زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى يا بنات استخدم ايدي، نعمل كده اهو، نبس الدقيق كله في السمنه لحد ما الدقيق كله يشرب وميبقاش معاكي ولا نقطه دقيق بيضه اهو. انا سخنت شويه ميه في الكتل، دفتهم بس تدفيه كده لان انا محتاجه ميه دافيه مش سخنه. وانزل عليها بالميه حبه حبه، بس طبعا لما اخلص بس